تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكاديرا من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 36 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات وتزوير لوحات ترقيمها. ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في كراء سيارات باستعمال وثائق تعريفية مزورة قبل الاستيلاء عليها وتزوير لوحات ترقيمها، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف 3 من بينهم بمدينة أكاديرا، فيما تم توقيف المشتبه فيه الرابع خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بالمنطقة القروية دا وسملال، التي تبعد بحوالي 180 كيلومترا جنوب مدينة أكاديرا. وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن حجز سيارة أولى بمدينة تيزنيت تحمل لوحة ترقيم مزورة ويشتبه في كونها متحصلة من إحدى عمليات السرقة، فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بداخل ورشة يستغلها المشتبه فيهم بالمنطقة القروية دا وسملال من حجز سيارة ثانية ولوحتي ترقيم مزورتين وبندقيتين للصيد و280 عيار ناري، علاوة على مجموعة من أجزاء أرقام هياكل السيارات ومعدات ميكانيكية تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في هذا النشاط الإجرامي لتحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا